ونستفيد من دروس اللي حصلت فيها. انت عارف كابتن مجدي قال ايه؟ قال انا اول مره في حياتي اتعامل مع الاتحاد الافريقي، فهو انا اخطات لكن اول مره عمري ما اشتغلت مع الاتحاد الافريقي. يعني هو الميزه في الموضوع دلوقتي ان هو بيقول انه اخطا وانه يتحمل مسؤوليه ويتحمل مسؤوليه اي اجراء يتخذ من اي جهه معينه. وانا شايف ان الموضوع ده انا شايف لابد ان احنا نحاول ان احنا نقفله بطريقه ان احنا مش مع مجدي ولا ضد مجدي، لان العلاقه اللي بيننا وبين الكاف النهارده احنا عاملين عشاء للكاف، حفله النهارده، حفله ومحمد بن حمام موجود وبتاع. فالمفروض ان حتى انا سايبه في اتحاد الكوره وانا جاي هنا بقول له يا مجدي ان شاء الله لازم هتكون موجود النهارده. قال لي يا كابتن جاي. قلت له قال لي انا جاي. لكن الخبر ده مرفوض. لا ما فيش حاجه خالص. ان الكاف قالوا لك ممنوع مجدي عبد الغني يجي. لم يحدث على الاطلاق. ولن تقبل بيه حضرتك؟ ولن اقبل. ولو قالوا كده انا ما اروحش. انت كمان حاجه شايفها؟ لو قالوا كده دي اهانه لينا احنا كاتحاد كوره. ان ما تجيبش الراجل بتاعك ازاي؟ طب هل حضرتك استنجدت بمحمد روراوه في هذه الازمه عشان ما تكبرش؟ اطلاقا. ولم اتصل بروراوه من 3 شهور او 4 شهور فاتوا. ما حصلش؟ انت كلمته وقلت له ارجوك تدخل؟ ما حصلش خالص خالص خالص. انا الخبر ده سمعته من 3 4 ايام برضه، ملوش اساس من الصحه. ما اعرفش انتوا عندكم سيطات كتيره قوي اللي من دول الاخبار فيها كلها متفبركه كده ومضروبه. لكن ما حصلش انك اتصلت بروراوه نهائي؟ خالص ولا قلت له ارجوك حلها ودي وخلصني من القصه دي؟ اطلاقا. ايه اللي جدد موضوع مصر والجزائر تاني؟ ما اعرفش. اللي اجدد موضوع مصر والجزائر ان في بلاغ للنائب العام رايح انا اللي عامل بلاغ للنائب العام. ومعمول ضدك بلاغ في النائب العام؟ لا ده انا اللي عامل بلاغ للنائب العام. ثانيه واحده، مش ضدي لا. تصور بقى اذا كنا بنتكلم على الموضوع ده، واحد مقدم برنامج، واثنين واحد صحفي، واثنين واحد لاعب حالي وواحد لاعب سابق يتجمعوا لانهم يثيروا فتنه بين مصر والجزائر. يثيروا فتنه في الايام الاخيره دي؟ ولا ايام الازمه؟ هي في الاخيره دي. الايام دي يثيروا فتنه بين مصر والجزائر. ايه اللي حصل؟ جابوا واحد قالوا له تعالى، الولد كان عايز يشتغل، تعالى هتشتغل عندنا في الصحيفه بتاعتنا. وجه قالوا له طب بس بشرط انك تيجي وتروح تقول ان سمير زاهر وفلان ومحمود طاهر وصلاح حسني ومش عارف بعتوا لك في اتحاد الكوره، وهم بعد ما بعتوا لك قالوا لك روح اضرب، خد طوب وخد ناس وروح اضرب باتوبيس الجزائر. الكلام ده في محضر موثق منه هو في الاسم. خلي بالك موثق في الاسم. بس اسمع اللي جاي بقى. وبعدين اخذنا هذا البلاغ وهذا المحضر واخذوا الواد، واحد لعيب اخذ الواد وراح بيه لبرنامج بيطلع الساعه 2 ولا 3 الفجر، وراح اخذوه ودخلوه وقال كلام وضغطوا عليه ان كل كلمه يقول سمير زاهر. ده سمير زاهر اللي قال لي، سمير زاهر اللي قال لي، سمير زاهر اللي قال لي. الكلام ده موجود موثق في المحضر في الاسم. وعملنا البلاغ للنائب العام بذلك. عملت بلاغ للمجلس الاعلى. عملت بلاغ ضد مين حضرتك؟ ضد الاربعه. بما فيه مقدم البرنامج؟ بما فيه مقدم البرنامج. وعملت بلاغ للمجلس الاعلى للقوات المسلحه والسياده المشير. وعملت بلاغ لوزير الداخليه. وعملت بلاغ لرئيس الوزراء. وعملت بلاغ للمهم كمان وزير الخارجيه. ليه واحد بيقول لي وزير الخارجيه ليه؟ عشان الفتنه اللي بتحصل دي فتنه. احنا ما تصورش ايام مصر والجزائر دي كل الناس تعبت. الاعلام تعب واخطا والناس كلها اخطات وصلحت، كل الناس اخطات وكل الناس صلحت ظروفها، ولحد ما وصلنا لكينونه تحمي ماء وجه شعب مصر والجزائر وبقى المنظر حلو لكل الناس. نرجع نبتدي تاني؟ ما ينفعش. ما ينفعش يا محمد بيه، ما ينفعش. طب لمصلحه مين يا كابتن سمير ان الموضوع يرجع تاني؟ لقضايا كل واحد من الاربعه دول له قضيه معايا. كل واحد من الاربعه دول قضايا شخصيه. قضايا شخصيه وقضايا اتحاد كوره وقضايا وفشل في قضايا معايا وربنا نصرنا عليهم الاربعه. الموضوع ده خلص بالنسبه لي. بس الموضوع ده خطير. اديك ورقه بعد البرنامج، اديك ورقه. بس الموضوع ده خطير يا كابتن. خطير جدا جدا جدا. ولا صدقنا ان الامور يعني بدات رجعنا تاني. بس انا هقول لحضرتك حاجه، ده بيقولوا كمان ان في اشخاص بعينها داخل اتحاد الكوره وجابت الناس وراحت عملت. انا اسمع بس، انا الكلام اللي بقوله انا بورق. جميل. انا ما بقولش كلام كلام عشوائي. لا عشوائي، انا كلامي ببلاغات للنائب العام. بلاغ النائب العام اهو. يعني انت بعت بلاغ رسمي للنائب العام؟ بلاغ للنائب العام رسمي، وبلاغ لرئيس مجلس الاعلى القوات المسلحه رسمي، وبلاغ بقول لك الوزير الخارجيه والداخليه ورئيس الوزاره، وما خليتش حد، ما خليتش بني ادم.
يعني الموضوع بالنسبه لك ما فيهوش هزار. ما فيهوش هزار ولن اسكت عليه، ومش هسكت عليه بس، ومش هسكت على اي واحد بعد كده يتجاوز ظلما وبهتانا وكذبا زي ما سمعت انا الكلام اللي من شويه. ده انت تسمع تكمله الكلام اللي من شويه في الفيديو الصغير ده دلوقتي، وهكمل معاك في النقطه دي لان مهم جدا ان انا اسمع من حضرتك تفاصيل اكتر، لكن نشوف باقي الفيديو الخاص بموضوع اتحاد الكره واكمل رد كابتن عزمي بعد نشوفه، وارجع لكابتن سمير بخصوص هذه النقطه المهمه جدا ان شاء الله. اللي بيقوله الاستاذ علي ده كل يوم بيقوله وكل يوم بيعيده. طبعا. انا لا ادافع عن فاسدين يا استاذ علي، وانت تعلم تماما ان انا ما بدافعش عن فاسدين، وبقول لك برضه وباكد لك ان ما فيش في اتحاد الكره ناس فاسده، واخد بالك؟ لان ما يصحش ان نقول على ناس محترمه بهذا الاسلوب. انت لما تيجي تتكلم وتنقد اتكلم كلام موضوعي، اؤكد لك اتكلم 1 2 3، لكن نقول خطب وفاسدين ومش فاسدين لو انت عارف. حاضر يا استاذ علي، لو سمحت انا سبتك تتكلم، انا سبتك تتكلم، هدي حضرتك المجال كامل يا استاذ علي برضه زي ما انا سبتك تتكلم. اتفضل يا كابتن عزمي اتفضل. وانا قلت للاستاذ علي قبل كده بدل ما تطلع كل في قناه تطلع تقول الفاسدين ومش الفاسدين، لو عندك مستند روح قدمه، لكن ما تتكلمش على ناس بهذا الاسلوب. اللي يتكلم لما يبقى هو بيتكلم. حاضر يا كابتن والله، حاضر يا استاذ علي والله هسيبك تتكلم براحتك برضه. يتكلم براحته وانا ارد عليه برضه، لكن ما يجبش ان احنا نتكلم على ناس ونقول احنا بندافع عن فاسدين. انا ما بدافعش عن فاسدين، لان اللي موجودين دول حققوا اللي ما حدش حققه قبل كده. طيب وانا لو شفت فساد قدامي لازم اقوله. فيك اكتر اقول انا اقدر اقول لك يا استاذ علي ان تقدم فيك 20 بلاغ، كلام يبقى سليم. لو قلت ان تقدم فيك 20 بلاغ الوقت مش من حق ان انا اقول كده؟ ما ينفعش يا استاذ علي الكلام ده. انت عارف انت بتدافع ليه وخلاص، انت بتدافع وخلاص ليه؟ ما بدافعش، انت بتقول كلام مرسل، بتقول اي كلام يا استاذ علي. الله هو الكلام يعني انت الكلام اللي على كيفك تسمعه والكلام اللي مش على كيفك ما تسمعوش؟ استنى يا استاذ. الله يقول لك ما يصحش. انا عايزه بس انا عايزه يخلص يا استاذ محمد لو سمحت يا استاذ محمد، الكلام ده اتقال في 100 قناه، نفس الموشح ده كاتبه وبيقراه في كل القنوات بيقول كده. لما يبقى الناس تتحاكم يبقى يقول راحوا. طب انت شايف يا استاذ زي انا لما اقول له انا دلوقتي انا مش من حقي اقول له تقدم في علي السيسي 20 بلاغ؟ ما مفيش حاجه خلاص نقول بقى ما ينفعش ما يصحش الكلام ده. اذا كل اللي عند كابتن سمير زاهر هو النائب العام فقط لا غير. الكلام ده طبعا ما ينفعش اسلوب حوار لا يمكن انه يؤدي الى نتائج، واسلوب حوار فيه احتقان، واسلوب حوار المفروض ان للاسف الشديد ان الصحافه المفروض انها تقف جنب الرياضه المحايد وتحايد وتبقى الناس محايده ويقفوا ويشوفوا الصح والغلط، واذا كان غلط يوجهوه واذا كان صح يشجعوه. انما للاسف يعني الشديد انت ممكن حضرتك تسمع هو معقوله هو ده الكلام اللي بيتعمل ده كلام مش بتاع تلفزيونات ولا بتاع حتت كده، لا خالص. طب حضرتك انا شخصيا بقول الكلام ده مرفوض بكل المقاييس. هل حضرتك ممكن تسمع لنصايح فعلا؟ بتسمع؟ اسمع طبعا لنصايح يا ريت. لا ليك ناس من الاعلاميين اي بتقعد واحد وتسمع انت لو قلت لي جمله مفيده نصيحه بالنسبه لي اكيد هسمعها وهقيمها وهشوف اذا كانت تنفعني هشتغلها اكيد هتنفذها اكيد. جميل. كابتن سمير بالنسبه للنقطه اللي كنا متوقفين عندها عند نقطه اثاره موضوع مصر والجزائر مره ثانيه، وانت حضرتك قلت الموضوع ده ما فيهوش كلام عندك. انا بالنسبه لي ما فيش كلام فيه. انا ورقي موجود في الجهات اللي قلت لحضرتك عليها. تمام. الاربع جهات اللي حضرتك قلت عليها. 5 5. ولن اتنازل عن اي كلمه واي تصرف خاص بهذا الموضوع لحد ما يبقى الموضوع ده، لان اصل الموضوع مش ده مستوى شعب مع شعب، مش شخص سمير زاهر مش شخص سمير زاهر. يقول لك انا بعت الولد يقولوا له ان راح اصل شفت فلان وفلان وفلان وفلان، وبعدين في اقوال يقول لك لا ده ضغطوا عليا وعملوا عشان ايه ده؟ لا ما ينفعش كمان حتى في ظل الايه؟ الاحداث اللي احنا بنعيشها اليومين دول ما ينفعش. ما ينفعش النهارده الاقي رئيس الوزراء قاعد بيسافر دول عربيه ويسافر هنا ويسافر هنا وافريقيه وبعدين الاقي ان احنا دوله رجعنا لها وبدانا علاقتنا تتميز معاها، الاقي برضو ايه قنبله عايزين نوسعها تاني. ما ينفعش مرفوض. ما ينفعش. برغم كابتن سمير حضرتك كنت واخد نفس الموقف ونفس الشده وقت ما اثير هذا الموضوع من كابتن شوبير، ولكنك رجعت
يعني رجعت خدت الموقف نفس وتصالحت الحكاية. مع كابتن شوبير في هذا عملنا بلاغ في شوبير، وشوبير بعد ما عملنا البلاغ للنائب العام الحقيقه ناس كتيره اتدخلت وقالت لك ان هو الموضوع ده خلاص، رغم ان هو كان فيه تجاوز جامد جدا في بس هو الجزئيه طلع بتاعت يا فندم. هو طلع اعتذر ولا انا اخطأت؟ واعتذر، وبعد ما اعتذر تنازلنا. تنازلت. تنازلنا عن، مش انا، كان مجلس اداره اتحاد الكوره. البلاغ كان باسم مجلس اداره اتحاد الكوره. برضه مش شخص كابتن لا، لا. سمير زي اتحاد الكره عموما. ايوه. طب ايه اللي خلى العلاقه بين حضرتك وبين كابتن شوبير وصلت للمرحله انا دي ما اللي اعرفش، شايفينها؟ انا ما اعرفش والله. انا شوبير انتوا اصدقاء وانتوا جبهه واحده داخل الاتحاد الكوره وكنتوا بتعملوا مع بعض، والانتخابات الاخيره كابتن شوبير واقفين مع بعض كتف بكتف. انا بقول لك شوبير بالنسبه لي قيمه الحقيقه، بالنسبه لي انا قيمه جدا، ومعايا في كل مراحل نجاحنا في اتحاد الكوره في 2005 وفي نجاحاتنا، وكان نائب معايا كويس جدا. أيوة. وما شفتش معاه حاجات وحشه، بس هو شوبير الاكستريمز عنده عاليه. يعني النهارده البرنامج بتاعه، البرنامج النهارده لازم موجه لان القضيه لازم تنتهي. قصه لازم، يعني ما ينفعش لمده شهر ولا شهر ونص البرنامج بيشتغل لموضوع واحد وهو اتحاد الكوره. يعني هو بيتكلم بقاله سنتين، انما انا بقول ما ينفعش ان هو كل موضوع كل يوم 5 ساعات على اتحاد الكوره، 5 ساعات على مين دخل ومين طلع واكيد ده مش يعني من فراغ يا كابتن سمير. يا محمد في حاجات افيد، في حاجات افيد لكره القدم، في قضايا افيد. ما النهارده شوف النهارده الناس اللي قاعده متعصبه وقاعده بتتكلم وقاعدين بيشتموا وقاعدين بيقولوا فساد. لا ما ينفعش يا جماعه، ما ينفعش. مصر محتاجه اليومين دول ان احنا نحب بعض شويه، لازم نقرب من بعض شويه. اسمعوني صدقوني، الاعلام النهارده